تعالوا نعمل الفينو زي المحلات بالظبط، زي الفينو بتاع الفران، ونعرف السر ايه. هنا ده السر: ربع كيلو دقيق، عليه كيس خميرة او معلقة خميرة صغيرة، ومعلقة سكر صغيرة، وبنعجنه ونسيبه يخمر ساعتين. هو ده السر اللي بيخلي الفينو زي المحلات بالظبط، زي بتاع الفران. بعد كده هنعجن عليه بقية الكمية. هنحط كيس خميرة فورية او معلقة صغيرة، ومعلقتين كبار من السكر، وبعد كده هنحط الدقيق. كل ده هنحطه على العجينة اللي احنا حطيناها تخمر قبلها. يبقى احنا بنجهز العجينة تخمر، وبعد كده بنحط عليها الكلام ده. نص كيلو الدقيق بيبقى حوالي 4 كوبايات من دي. نحط نص كيلو الدقيق، وبعد كده نعجن ده كله في بعض بمية. لا هنحط بقى بيض ولا بيكنج باودر ولا هنحط زبدة ولا لبن ولا أي حاجة. الحاجات دي إذا حطيتوها يعني قيمة غذائية أكتر ليكم، لو حابين. مش حابين خلاص ننزل بالمية واحدة واحدة. واهم حاجة ان احنا المية تبقى شوية بشوية، علشان العجينة مننا ما تسيبش، تبقى طرية جامد، ونضطر ان احنا نحط دقيق تاني. هنفضل بقى نعجن الكلام ده كله في بعض لحد لما العجينة تكون جاهزة. نعرف منين ان العجينة بقت جاهزة؟ بنبص نلاقيها بقت ناعمة، نلاقي العجينة ما بتلزقش في ايدينا. هنلاقيها في البداية كده بتبقى خشنة، بعد كده بتبقى ناعمة كده، بتبقى يعني ممكن تقول شبه اللبان كده. واهم حاجه ان هي ما تلزقش في ايدينا. طبعا انا هنا ايه، الميه جت مني زياده شويه، فهي اللي مخليها بتلزق في ايدي بتلزق العجينه في ايدي بالشكل ده. لو حصل ده معاكم ممكن تحطوا شويه دقيق وتكملوا عجن تاني. انا يعني قلت ايه، هعالجها بشكل تاني، بس هو الافضل ان احنا نحط دقيق. هنفضل نعجن. هنحط معلقتين بقى زيت. معلقتين الزيت دولت بنحطهم سواء العجينه حلوة معانا أو كانت طرية زي ما أنا بعملها كده. لازم برضه معلقتين الدقيق دولت من ضمن معلقتين الزيت من ضمن المكونات. هنفضل بقى نعجن فيها، نعجن وهكذا لحد لما نلاقيها خلاص بقت تمام، وهنسيبها لحد لما تخمر. شوية زيت كده في ايدينا علشان العجينة ما تلزقش فيها تاني. بس وهنلمها بقى ونسيبها تخمر. تمام. أول لما تخمر دلوقتي هي خمرت أهي، هنروح بلين ايدينا شوية زيت، حاطين في ايدينا شوية زيت، وندهن الرخامة اللي هنفرد عليها أو الصينية شوية زيت، ونفرد عليها العجين بالشكل ده، ونبدأ نقطعه بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف بعد ما هنقطعه هنفردها ازاي. الحتة اللي احنا بنقطعها دي هي دي صباع الفينو. فاحنا لو عايزين الصباع كبير هنقطع الحتة دي كبيرة، عايزين الصباع صغير هنقطعه صغير، وهكذا. بنفرد بالشكل ده، ونتني تانية، نتني التانية، وبعد كده نبرمها كده. تمام. كمان واحدة علشان الناس برضو تشوفها. تانية، التانية، ونبرم. واهم حاجة الزيت عشان الدنيا ايه ما تلزقش مننا. والزيت كمان هو اللي بيخلي الفينو يبقى فيه لمعة كده. طبعا الزيت لو زاد بينشف، فاحنا نحاول ان احنا ما نزودوش في العجين. هو معلقتين في العجن، واثناء الفرد بس كده يا دوبك دهنة في الايد عشان ما يلزقش في الايد. هنبرم بقى الكمية كلها ونسيبها تخمر. اهو تانية، تانية، وبعد كده نروح برمين كده. تمام. دلوقتي عملناها هنسيبها تخمر كده. خمر شوية، هنسيبه لما يخمر تاني. كده خمر بالشكل ده. هنحطه في الفرن، ولازم يكون الفرن سخن جدا قبل ما نحط الفينو في الفرن. لازم يكون الفرن سخن، وبيكون التسوية على درجة حرارة عالية، مثلا 180 200. وما نشغلش الشواية، بنشغل بس من تحت والمروحة. ولو احتاجنا الشواية في الآخر ممكن نشغلها. بصوا الفينو طار ازاي.
زي بتاع المحلات بالظبط. هنا عملنا كده سندوتشين حلاوة بالقشطة بقى، قلنا نجرب. الكمية عملت معانا 26 صباع. طبعا الصباع هنا أكبر شوية من بتاع بره. عملنا الكبير ده وعملنا الصغير برضو ده، وحاجة خرافة وما شاء الله بالهنا والشفا.